هيه الشهر السابع. قاعدة على جروب أول سنة مامي وبتحتفل بدخولِك في الشهر السابع، وفجأة تخبيط ونقط دم بتنزل والحقوني أنا باولد وألف مبروك ولادة مبكرة. الولادة مبكرة يعني إيه؟ يعني البيبي بتاعِك بدأ يخبّط ودخلتِ في ولادة ونازل عليكِ بقى دم ومستشفى وعمليات وألف مبروك ولدتِ بالسلامة، بس البيبي لسه ما اكتملش، ما دخلش الشهر التاسع بتاعه. أهم حاجة عندنا في الولادة المبكرة وهي رعاية الجنين، لإنه هيحتاج حضانة بنسبة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. عشان كده أنا لازم أقول لِك إيه بقى العلامات اللي تاخدي بالِك منها عشان ما تدخليش ولادة مبكرة. لو عندنا التهابات في مجرى البول من أول الحمل ممكن تدخلي في ولادة مبكرة. لو جيب المَيّة بتاعنا اتفتح ونقط دم بتنزل احتمالية ولادة مبكرة بتزيد كمان وكمان. طب لو عندِك ضغط أثناء الحمل ممكن ولادة مبكرة، عندِك تسمم حمل ممكن ولادة مبكرة، عندِك سُكّر ممكن يكون في ولادة مبكرة. علشان كده متابعتِك الدورية أثناء الحمل مهمة جدًا، اوعي تقولي لي المتابعة سونار أرجوكِ، بالعكس في علامات مهمة هاقول لِك عليها لو حسيتِ بيها تعرفي إن ممكن ييجي لِك ولادة مبكرة. 1 لو في التهابات في مجرى البول من أول الحمل ييجي لِك ولادة مبكرة. لو نزل عليكِ نقط مَيّة أو نقط دم احتمالية الولادة المبكرة بتزيد كمان وتزيد. طب لو لا قدر الله الضغط والسكر عاليين احتمالات الولادة المبكرة بتزيد كمان. لو حصل بقى أي حاجة من الحاجات دي لازم تروحي للدكتور فورًا، عشان هيبدأ معاكِ بشوية أدوية تقلل الانقباضات اللي ممكن تحصل. يخلّي باله من مين؟ من الجنين. أهم حاجة في الولادة المبكرة البيبي. وهنا هابدأ أقول لِك على إجراء سريع لازم نعمله، حقنة الرئة. شُفتِ المفاجأة؟ أول مرة أقول لِك خدي حقنة الرئة. حقنة الرئة دي اللي أنا باقول دايمًا هي مش مهمة، هنا بقى مهمة جدًا، جدًا، عشان نضمن إن الرئة بتاعة البيبي بتاعتِك تكتمل، لإن أنتِ في الشهر السابع أو في التامن، عارفة لو أنتِ في التاسع والله ما هناخدها. لو حصل لِك أي علامة من علامات ولادة مبكرة نروح على المستشفى واكتبي لنا في الكومنتات ولدتِ ولادة مبكرة والّا لأ، وحصل إيه في البيبي، وأنا هاشوفِك الفيديو اللي جاي. مع السلامة.